اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح التفاؤل، صباح الأمل والعشم في الله سبحانه وتعالى. عارفين أنا شفت فيك يا دنيا مرمطة، أنا بقولها حرفيا على الحب. أنا شفت عليك مرمطة النهاردة ما شفتهاش في حياتي. يلا بينا نتمرمط سوا على الحوض، ويلا بينا ندعي لاختي بالرحمه والمغفره، وابويا وجميع موتاكم اللهم اغفر ليهم وارحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى، اللهم امين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هو حرفيا يوم السوق كده احنا بنتمرمط بره البيت وجوه البيت، يعني نزلت اتمرمطت تشيل وحط، وربنا يبارك لي في خالد جه معايا بصراحه، ما بيخلونيش اشيل عشان دراعي، فربنا يهديهم ويبارك فيهم ويفرحنا بيهم، اللهم امين. قولي امين. نروح نغسل الخضار بقى. انا هنا بحب اغسل الخضار ليه؟ عشان انا اعوذ بالله من قولة انا، ولادي ممكن يدخلوا يجيبوا بتنجانيه وياكلوها، جزريه وياكلوها، ايا كان، ممكن يكونوا بيعملوا اكله ويروحوا يجيبوا الفلفل ويحطوه فيها. فدايما اتعودت على كده، ومن قبل كورونا وانا بعمل كده، يمكن من اول ما فتحت القناه احب اجيب الخضار واغسله. ايام كورونا بقى كنت بزود عليهم غسيل البيض والبطاطس. تمام كده، شلناهم طبعا من الليسته. هنغسل الخضار بتاعنا. يمكن انتوا شفتوا أنا ما جبتش كميه خضار كتير لان الخضار غالي، وحرام عليا اجيب كميه كتير وتخسر في التلاجة. انا جبت حاجات انا عارفه ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر هنستخدمها، ونديها الغسله المحترمه، بحيث ان لو حد اخد حاجه ما غسلهاش احنا ضامنين ان هي اتشطفت من التراب والبهدله. لكن كده كده لازم تطلع من التلاجة تتغسل تاني عشان البكتيريا، وباب التلاجة بيتقفل ويتفتح. وايه حستي السودا هنا يا اما النعناع بقى، النعناع ده بقى العشق كله، وهو سبب حبي للشاي. قولوا لي بتحبوا الشاي بالنعناع ولا بالقرنفل ولا بالاتنين؟ عادي انا هتقبل الموضوع. الجرجير بقى ما كانش ينفع ابدا انه يتحط ويتشال من غير ما يتغسل. انا غسلته ونشفته، هلاقي مين ياكله بقى؟ مش عارفه. المهم ان انا كان نفسي اجيب جرجير. الجرجير ده عارفين عايز ايه يا واد يا كريم؟ الجرجير ده عايز لوبيا ورز. اه والله العظيم كانت هو البتنجان المخلل والجرجير مرتبطين باللوبيا والرز. ربنا يحلي ايامكم ويحلي ليكم ذاتكم، وكل ايامكم تكون رضا من الرحمن ودعوه مستجابه باذن الله. هنغسل بقى اخر حاجه معانا، هنغسلها اللفت، وبعد كده ندخل بقى على فقره ايه؟ المواعين، الملاعين قصدي المواعين. امبارح رحت ابص على ماما واقعد مع ايه شويه يعني، فبفتح لقيتها يعني واقفه على الحوض. انا سالت احمد على السلم ولا مش فاكره مكه، بابا فوق قالت لي لا، فهم متعودين عليا بطب عليهم بكبس عليهم كده، فهي حاطه المفتاح في الباب، فرحت فاتحه وداخله لقيتها قلب امها واقفه على الحوض. قلت لها نفسي ادخل بيت ما الاقيش فيه مواعين، نفسي ادخل بيت. قالت لي يا اختي والنبي انت بيتك ما فيهوش مواعين. قلت لها لو ربنا انا جايه لك دلوقتي والحوض زي الفل هرجع الاقيه مليان مواعين. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم وندعي دعوات حلوه قوي لاولادنا ولينا، وربنا ينجح ولادكم جميعا وما يضيعش تعب الامهات والابهات. طب هي الامهات والابهات بيتعبوا في ايه؟ الاب بينزل ويشتغل ويتعب ويجتهد عشان يجيب الفلوس يديها للدروس والكتب والكراسات، والام طول النهار ذاكر يا واد ذاكر يا بت، وتودي المدرسه وتجيب من المدرسه، وفي الاخر يقول لك احنا مش عايزين نذاكر، احنا ملناش نفس نذاكر. فربنا ما يضيعش تعبنا ابدا على الارض، وربنا يبارك في عمرهم. كل ده بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى بالصلاة على الرسول والاستغفار، هي ماشية بالبركة، بركة الصلاة على الرسول، بركة الاستغفار، بركة ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا عموما. فبنقرب البركة دي بالدعاء. كل يوم اعملي لنفسك ورد كده ان ربنا اهم حاجة يبعد عنهم الصحاب السوء وولاد الحرام، ما يجرهمش ليهم في طريق احنا مش قده. ربنا يسترها مع اولادنا جميعا، واللي بنعمله هو اللي يقعد لهم. يعني دايما كل واحد بيعمل حاجة كده بيتمنى ان هي تقعد لاولاده، فعشان كده الواحد بيخاف ربنا في اي حاجه بيعملها. هنغسل شويه المواعين زي ما انتم شايفين، وبعد كده نشوف هنعمل غدا ايه. ما انا يوم السوق ده لازم اعمل غدوه حلوه كده. حسيت ان كلهم بصوا لي بصه كده مش عاجباهم قوي. يوم ابو كريم بقى يقول لي ايه هتعملي اكل ايه يا لوزه؟ مش عارفه مين لوزه بس هو قال لي كده. قلت له هعمل كذا، يرد يقول لي ايه بقى؟ جوز لوزه. يقول لي احتمال اتطلق بعد الفيديو ده. يقول لي لا انا عايزه ارنبيط، وربنا بعمله ما حد بياكله. لا اعملي ارنبيط. طب ما انا ما جبتش من السوق. طب ماشي هنزل اجيب لك. وزي ما انا متفق معاكم من كام فيديو ان شاء الله، هو مش هيسمع الفيديو ده ان هو بيعرفش يشتري حاجه، هينزل يجيب ارنبيطه مش هتنفع حتى خضار، يعني هي خيرها في المخلل. فقلت له بص يا حبيبي ان شاء الله كده باذن الله بكره هعمل لك ارنبيط، وابقوا قابلوني بقى. هتقولي لي الراجل نفسه في الارنبيط، هنروح ناكله انا وهو عند امه، بيبقى طعمه حلو في اللمه. ولادي مش بياكلوه، ويمكن انا وولادي لو عملناه مطبوخ بصلصه بناكله اكتر. تخيلوا بقى. المهم تخيلوا ايه اللي هفف عليا من امبارح بقى، من امبارح بس.
القلقاس، حاسه ان انا محتاجه اكل قلقاس. هتقولي لي ايه الاحتياج واللي الشوق في كده؟ هقول لكم ربنا ما اعرف. غسلت شويه خضار من اللي انا غسلاهم في بدايه الفيديو تاني، طماطم وبصل وفلفل وجزر، ميكس كده، بوكيه جرنيه عامل الوان تجنن. فحلوه. كل ما الالوان كترت في الخضار كل ما الفايده عليت. يعني طبق السلطه مثلا كل ما تلاقي الوانه كترت، يعني كل ما تلاقي موف واصفر واخضر واحمر وابيض، كل ما فايده الطبق ده زادت. فحاولوا تكتروا الوان في اكلكم، وخصوصا في الشتاء في خضار كتير، في الوان كتير. حاولوا نستخدم كل الالوان اللي موجوده دي في الاطباق بتاعتنا. زي انا هنا حطيت جزر وبصل، بصل مفيد، طماطم مفيده، الجزر مفيد. اطباق السلطه بقى ممكن نحط كرنب احمر، فلفل الوان، الميكسات الحلوه اللي فيها فيتامينات ولادنا اصلا مش بياكلوها وبيعتمدوا عليها بعد كده لما بيكبروا من البرشام. هنبشر الجزرايه بعد ما قطعنا الفلفل والطماطم والكزبره او البقدونس. بتاعي انا عامله بقدونس، هو بقدونس، هو بقدونس، مش متلخبطه ولا حاجه. هقطع طماطم لحد ما احس ان انا كفايه كده، حسيت ان دول كتير اصلا فنقيت كام واحده طريه، وهشيل الجامده دي للسلطه. كده جهزنا الخلطبيطه، الخلطه بتاعتنا. واللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الفلفل الاخضر ده؟ هفرمه مع هريسه شطه، ده اخر برطمان هريسه شطه ان شاء الله. حتى في المطعم كمان قالوا لي خلصنا هريسه شطه. والله ما عارفه اشوف فيكي ايه ولا ايه يا دنيا، كفايه فيا مرمطه كده. يا رب يديم عليا نعمه. تخيلوا ان المرمطه دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فرمنا الفلفل الاخضر والاحمر. وعارفين انا نسيت ايه اهم حاجه في الموضوع ده كله ولسه فاكراها حالا؟ الثوم. الفلفل والاخضر واحمر فرمته في الكبه، المفروض انزل معاه بثوم بس انا نسيت. بس عادي، انا بنسى عادي لان الثوم بتاعي مفروم. هنعصر بقى كمون وليمون على الخلطه اللي هي في الطبق الصغير دي. فلفل مفروم مع ثوم، هحط عليه كمون وليمون. وهاخد القشر احطه على الخلطه الكبيره، ايوه هستفاد بيه. ملحك بقى، والخلطه اللي انا عملتها تحت دي هحط منها على السلطه اللي انا عملتها، واديها ليمون اكتر وكمون اكتر. وزي ما قلت لكم ثوم، انا هنا بقى بقول لكم يا لهوي نسيت الثوم. هو انا بطلت اجري ليه؟ مش كنت بجري اهي، كنت بجيب الثوم. هاخد هنا معلقه وهنا معلقه، خايفه يكون ده اخر برطمان ثوم هرقع بالصوت. الله الله على الريحه والطعم. والله العظيم انا خليت ليا طبق من ده على ده وكنت بغمس بيه، والله كنت باكله مع الرز. حبه خلطه يا ولادي يستاهلوا بقكم. اهم حاجه كتري وبلاش تستخسري في الثوم والكمون، هيوديكي في حته 13 خالص. ومش قوي برضو يعني عشان الاكل ما يمررش منك، الثوم بيمرر على فكره. كنت انا بقى طبعا معاكم في فيديو المشتريات امبارح جايبه ايه؟ سمك. فالسمك انا ما بحبش احطه في الفريزر، انا بحب اجيبه واعمله في ساعتها. انا جايبه سردين نص كيلو، السردينه الكبيره الحلوه دي. السبب في اني احب السردين ام رحاب بتعمله كده بطريقه، وهو جوزها وهو جاي من الشغل يروح جايب لها نص كيلو. هم يعني عايزه اقول لكم من كتر ما هي جوزها بيحب السمك هم كرهوه ما بيحبوهوش، فهو يروح جايب يا عيني الراجل على قده. هو موضوع بقى النهارده يعني طيب يروح جايب على قده وهو جاي ويجيب لهم هم حاجه تانية مثلا، فتقوم ام رحاب عاملاه في ساعتها، اللي هو انا مش هزفر البيت تاني هو دلوقتي. ادخل انا بقى بالصدفه والكلام ده لما انا كنت انا وهي جنب بعض في بيتين جنب بعض، اكل احلى سردينه مقليه في حياتي. عموما هي تستها في الاكل رهيب بصراحه، فهي سبب حبي للسردين. ما بحبوش صينيه، ما ممكن اكله مشوي. لكن السردين المقلي هي سبب الاول والاخير فيه. والسمك ده يمكن انا قلت لكم كنت طالباه من اي اختي من اسبوعين كده لما كنا المفروض نتجمع عندها، وطبعا حصل لي دروب في الشغل وما عرفتش اجي. فالعيال قعدوا يقولوا لها لسه امبارح بتقول لي مكه، بتقول لها انا عايزه اكل سمك اللي انت كنت عاملاه من اسبوعين. قلت لها مكه طالعه لخالتها. وهننضف السمك ونغسله. هنضف السمك بطريقه طين، يعني طريقه هفتح البطن بس واسيب الراس والديل والزعانف وكله، بس هشيل الخياشيم والبطن. وطريقه تانية هشيل الراس والعين والديل وكل حاجه والنغاشيش وكله. اهم من الشغل تظبيط الشغل. المهم ان انا كل فيديو اقول لكم انا عارفه ان انا رغايه، مش انا بقول كده. تدخل بقى واحده تكتب لي سمر انت رغايه قوي يا ستي، والله العظيم ما انا عارفه. ما تظهريش عيوبي، انا ظهراها، ما تقلقيش، انا كده كده معترفه بكل عيوبي. اساليني على اي عيب فيا هجاوبك واقول لك نعم انه فيا فعلا. اهم حاجه مش الاعتراف بالعيب، اهم حاجه ان احنا حتى في عيوبنا نخاف ربنا. يعني اهم حاجه ان احنا دايما في حياتنا نفضل خايفين ربنا، ده هيفرق معانا قوي والله العظيم. هيفرق معانا بقى في التعامل مع الناس، مع اهالينا، مع اولادنا، مع تربيه ولادنا. الخوف من ربنا ده دايما طول ما انت حاطاه قدامك طول ما انت مرتاحه.
لان هتعملي كل حاجه ليها حساب. انا مش هعمل ده، لا انا هعمل ده، وان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكون شايف ان انا عملت ده عشان ده يمشي، عشان ده يتحل. لكن مش لا قدر الله ما بنوصلش لدرجه المعصيه، ولا طول ما احنا خايفين من ربنا مش هنوصل للدرجه دي. فعشان كده بقول لك حطي الخوف من ربنا في كل حاجه في حياتك، في التعامل بقى، في كل حاجه. عارفه طريقه الاكل اللي انت واقفه بتعمليها على النار، لو خفتي ربنا فيها ان هي تبوظ منك عشان هي متكلفه فلوس، هتطلع زي العسل. فدايما خلينا نخاف ربنا. طبعا انا عايزه اقول لكم السمك اتنقع شويه كتير، يعني انا غسلت السمك ونقعته قبل الخلطه، بس انا رتبت لكم الفيديو عشان ما تتوهوش مني. هنحشي بقى السمك ده اللي هو ايه، اللي انا سايبه فيه الراس وكله، ده اللي انا هعمله بطماطم وجزر، وده اللي هيتشوي. اللي هيتقلي بقى هعمله بالخلطه الناعمه، اللي هو كمون وثوم وفلفل اخضر وفلفل احمر وليمون وملح طبعا. انما التانية دي فيها جزر وبقدونس وبصل وطماطم، حشوة كده محترمة متكلفة. بس عموما ده وده واخدين من نفس التتبيلة الناعمة اللي انا بقول لكم عليها. خلينا نقول تتبيلة ناعمة وتتبيلة خشنة عشان ما نقعدش نحكي في محتويات التتبيلة كتير. انا اتمرمطت ولا لا على الحوض عشان تعرفوا بس. يلا نضفي نضفي بسرعة حواليكي كده زي الفل. لا 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 لا، ما اقولكوش انا عملت انجاز امبارح والنهارده لا 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 لا، فرقه فرقه. الجو البرد ده بقى قعدنا في البيت مخلينا شايفين شغلنا بالتزام. هنطلع الرده هنطلع الرده ونشغل ثواني بقى. فالمهم بقى وبعدين هنجيب رده. الرده دي الناس اللي بيسالوا لاخواتنا اللي مش مقيمين في مصر، يعني ايه الرده دي؟ الرده دي نخاله القمح، حبه القمح بتطحن فبتبقى دقيق. الدقيق ده لما بيطلعوا منه النخاله، القشره بتاعه القمح، هي دي الرده. تمام، يا رب اكون فسرت لكم بطريقه تقدروا توضح لكم يعني. بنشوي بيه السمك. السمك عندنا في مصر هنا في انواع ما بنحبش نفتح بطنها، عشان بس في انواع كده نيجي نشويه يقول لك انت ازاي بتاكلوا السمك من غير تنظيف؟ يعني ده لازم يتنضف. ده سمك من الاسماك المتلجه، يعني هو اصلا متلج مستورد زي ما بيقولوا. فده انا لازم اغسل بطنه وانقعه كويس. وعايزه اقول لكم بنفرشه كده وهنا هنشغل الشفاط. الشفاط بقى ايه يعني هيجيب كل الناس اللي ورا، هو مفيش حد ورا اصلا. فالمهم ده لازم يتغسل. لكن تجيبي بوري بحر لسه فريش وكان بيتنطط قدامك عند بتاع السمك كده، بطنه مبطرخه وكلها بتلظ سومنيه، اروح اغسله؟ يبقى انا هبله او النبي. فالمهم هنشوي السمك، والسمك بيتشوي على النار. هروح انا بقى ايه مقطعه البصل عشان اعمل الرز. هو احلى حاجه في اكله السمك ان هو بياخدش 10 دقايق. دايما بقول ان عندي السمك وال السمك والمحشي اسهل اكلتين. يعني انا دول اسهل اكلتين بالنسبه لي. يعني انا مثلا المحشي ده ممكن الساعه 2 اكون مخلصه كل المحشي وقاعده. السمك ابداه 5 5 ونص نكون بنتغدى. فاهميني؟ هم دول اسهل اكلتين بالنسبه لي. ليه؟ ما اعرفش، انا عكس الناس تقريبا، بس هم دول اسهل اكلتين. وهتلاقوا كلكم كده يعني. والله انا عامله كوبايه شاي بالنعناع تستاهل بقكم. اتفضلوا شاي. هنحرق البصلة، يعني هنحمرها لدرجة ان انتوا شايفينها محروقة، هي مش محروقة ومش بتمرر في الرز. رز الصيادية ما بيتعملش بكركم، رز الصيادية بيتلون منه فيه. يعني تحمري البصلة كمان، ما حمرتهاش قوي النهاردة على فكرة. يعني انا كنت مستعجلة وكان عندي ناس صايمة في البيت، فعايزة الاكل يخلص على المغرب، فده اللي خلاني ايه في حاجات كده خلصتها بسرعة، بس مش اهملت فيها يعني. يلا زي بعضه. هناخد بقى حبة من الخلطة الناعمة على الخشنة، ننزلهم بيهم على البصل اللي احنا حمرناه زيادة عن اللزوم. مش هيمرر الرز. بس لو تعودتي على طعمه هتحبيه اكتر مليون مرة من ابو كركم. يعني انا بشوف ناس بيشوحوا البصل ويحطوا عليها كركم ويعملوا ده رز صيادية. لا، هو ده رز الصيادية. هننزل بكمية المية المناسبة للرز و... وبس كده. وهنغسل الرز ونحطه ونسيبه يتشرب بقى ونرجع للسمك المشوي.
اوريكم السمك، انتوا شايفينه مفكرينه بايظ صح؟ لا لا لا، هوريكم دلوقتي السمكيه ظبط الظبط. بصوا بقى، تشيلي السمكيه كده تحطيها اختها جنب اختها جنب اختها. انا بقى عملت 4، نضفت تنظيفه الشوي 4 بس، والباقي قليته. كلهم كلوا المشوي وسابوا المقلي، يعني المقلي لسه فيه منه في التلاجة، وانا عامله المشوي عشان انا نفسي فيه، كلت انا من المقلي عشان هم حبوا المشوي. ضحكوا عليا. بس كده حبه من التتبيله بقى عشان يبقى منغنغ من جوه ومن بره في التتبيله بتاعته. قشر الليمونه اهو اللي احنا كنا احتاجناه، هيديها تيست حلو. هنقفل بقى السمك ده كل ما هو سخن تقفلي عليه يطرى ويشرب من التمليحه بتاعته ويكون طعمه حلو قوي كده. اول نوع سمك معانا خلص. هنروح بقى نقلي بقيه كميه السمك. طبعا الجريل هتنضف وهنغسلها، يعني احنا كده كده قصدي تبرد، انا سايباها تبرد براحتها خالص. هنقلي السمك وهنستغنى عن الزيت اللي في القلايه، لان هو طالما انا قليت فيها سمك خلاص انا مش هعمل فيها حاجه تاني. هنقلي بقى السمك كله وبعد كده نروح نشوف ايه وضع الاكل بتاعنا هيكون عامل ازاي. سلام على لون السمك المقرمش، يستاهل بقكم، والله والله يستاهل بقكم. قولوا لي كلتوا ايه النهارده. وهنا هنقلي السردين، ودي كانت اخر حاجه معانا طاسه السردين دي، ونقدر نقول ان الغدا بتاعنا كمان خلص. بتهيألي عملت السلطه كمان وانا واقفه عبال ما السمك كده بيتقلي جنبي، كنت عملت السلطه. وبرن على جوزي اهو اقول له الاكل خلص. يا ابو كريم الاكل خلص. يا رب ينجحكم، يا رب ينجحكم كلكم، يا رب يا رب تنجحوا، يا رب تنجح يا تتح. هنا بقى بحب اديله رشة كمون وملح وعصرة ليمونة، تحفة. بيطري السردينة كده وبيخلي ليها تيست يجنن، يستاهل بقكم زي ما بيقولوا. وانا هنا خلصت الاكل، مش عارفه اوصل لاي حد، مفيش الا خالد قلب امه يا قلب امه، هو اللي قاعد معايا لسه جاي من الدرس. بس احنا فاطرين متاخر انا وخالد، يعني مش عارفه مش حبه بقى من الخلطه اللي فيها توم وليمون وخل وكمون على السلطه مع البصل. عامله سلطه السمك دي ببصل. مش ريقكوا جري على طبق السلطه ده دلوقتي وسمكيه كده وحبه رز سخنين؟ ما تقولوش لا، انا نفسي ريقي جري وانا واكله سمك امبارح. اشرب الشاي اهضم السمك. عارفين الاكلات بتاعت زمان الكلاسيك العاديه دي من احلى الاكلات اللي الواحد ممكن ياكلها في الدنيا. لكن الاكل الجديد ده نفسك بتروح له وتبقي بتشوفي فيديو ليه، الله جميل حلو قوي، تاكليه مره وتحسي ان هو لا انا نفسي ارجع للاكل بتاع زمان تاني، زي المعمر والبط والحمام والسمك اللي كان بيجمعنا كلنا. ربنا يديك الصحه يا امي، ويرحم كل حد كان في حياتنا ليه بصمه حلوه، يرحم اختي ويرحم ابويا ويرحم موتاكم جميعا، اللهم امين. وبالهنا والشفا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمرمطنا على الحوض بس يلا اتدفينا في اخر اليوم، كنت سقعانه جدا بعد ما خلصت الفيديو ده. وهنا بقى حبه سلطه مع حبه رز وحته سمكايه. واشوفكم في فيديو جديد، يا رب يديمكم نعمه في حياتي، احلى واجمل اخوات في الدنيا. استودعكم الله.